السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في الفيديو ديال اليوم. نتمنى يلقاكم في أتم الصحة وفي أحسن الأحوال يا ربي. اليوم استقبلتكم بالورود وبالأزهار وبالأشجار، تستاهلوا كل خير ما شاء الله عليكم وتبارك الله عليكم. هذه الجريدة ديالي المتواضعة حبيت اليوم أني نستقبلكم بها وتستاهلوا كل خير. أنتم كيف ما كتشوفوا جريدة طبيعية 100%، ونتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. واليوم راني غادي نقدم لكم ان شاء الله واحد الوصفه اللي غادي تكون عباره على واحد طبق مغربي تقليدي اللي كيجمع ما بين الحلاوه والملوحه، وهو طاجين ديال الملوخيه والسفرجل مع اللحم. كتجي واحد طويجين، واحد المريقه لذيذه بزاف. فمرحبا بكم معايا ان شاء الله باش نوجدوا هذه الوصفه على بركه الله. اول حاجه عندي هنايا واحد بصيله بيضاء كيف ما شفتوا، قطعتها مشلضه. وعندي هنايا طنجره غادي ندير فيها اللحم وندير معاه الزويته، وغادي نرجعها تقلى مزيان. عاد من بعد فاش غادي تقلى غادي نكملوا التحضير ديال الطاجين ديالنا اولا المريقه ديالنا لان مصوبه في الطنجره. صافي من بعد ما غادي نرجعها تشحر نرجع معاكم. ها هي ديال الطنجره اللحيمه راها تقلات كيف ما كتشوفوا. غادي نضيف ليها البصيله اللي وجدنا على هذا الشكل هذا، وغادي نضيف ليها حبه ديال المطيشه محكوكه بالزريعه ديالها. صافي ونديروا التوابل. هنا راني جيت نقاد الكاميرا طفيتها، ما عقت حتى ساليت الاقامه. المهم انا غنعاودها معكم هنا باش تعرفوا شنو درت الخرقوم عرق، ودرت شويه ديال البزار وشويه ديال السكينجبير والفلفله حمراء اولا التحميره، ومن طبيعه الحال المليحه. ودرت زعفران شعرق تمرقده واحد شويه في الماء السخون حتى هو راه وضفته في الطنجره ديالي. صافي ومن بعد ما ضفت الاقامه غادي ندير الماء الكافي اللي غيطيب ليا اللحيمه. ها هو كيف ما شفتوا. وغادي نسد على الطنجره وغنخليها على نار هاديه حتى غادي يدخل الطياب اللحم. عاد باش غادي في الوقت اللي كان كيطيب فيه اللحم خديت السفرجل غسلته مزيان قطعته وحيدت ليه القلب ديالو وشردته بهذه الطريقه هذه، ورقدته في الماء مع الحامض باش هكا ما يتاكسدش لينا وما يتبدلش ليه اللون. صافي دابا راه غادي نحيد ليه هذا الماء وغادي نديرو يطيب. صافي هانتوما غتشوفوا كيفاش غادي نطيب السفرجل بحال غنعسلو، ولكن انا ما غاداش ندير ليه يعني التعسيله غير واحد النسمه ديال الحلاوه اللي غتحيد لنا الحموضه. عندي هنايا الكاسرونه درت فيها السفرجل، شويه د المليحه، واحد 2 معالق صغار ديال السكر سنيده. كيف ما قلت لكم ما غاديش نحلي غير نهرس هذيك الحموضه ديال السفرجل. صافي وغادي نضيف شويه ديال القرفه وشويه د الماء باش غادي نطيب هاد السفرجل. صافي دابا غادي نضيف الماء الكافي بحال هكا، هي القياس اللي غيطيب السفرجل. صافي بحال هكا وغادي نخليه حتى هو على نار مهيله باش هكا يشرب ديك القرفه والسكر ويجي بنين. صافي غادي نردو يطيب. هاد الوقيته اللي درت فيها الطاجين هذا السفرجل يطيب غسلت الملوخيه وحيدت لها ديك الغبره ديالها وفركتها مزيان، وحيدت ليها هاد النبات اللي تتكون هنايا بلا ما نجرحها باش هكا ما تخسرش لينا المريقه. صافي دابا غادي نعصر عليها الحامض خضر نص حامضه بهذا الشكل هذا، وغادي نضيف ليها شويه ديال المليحه مع شويه ديال البزار بحال هكا. هذه المليحه وشويه ديال البزار. صافي نخلطها مزيان وغادي نخليها بحال رقدتها هكا باش منين نجي نطيبها كتجي لذيذه بزاف. صافي وغادي نحطها على جنب ونخليها حتى غادي اللحم يطيب وغادي نضيفها ليه. هنايا اللحيمه شوفوا راه هي طابت، راه باينه، راه غير الطنجره ما سديتش عليها الكوكوط. صافي دابا غادي نضيف ليها هذيك الملوخيه اللي عندي ونرجعها طيب على نار مهيله.
بحال هكا. نهبط هذوك الرويسات في وسط الماء اولا في وسط الروا بحال هكا باش يشربوا المريقه. صافي، وغادي نسد عليها ونرجعها طيب فوق البوطه. من بعد ما غادي طيب غادي نضيف ليها هذاك السفرجل. من بعد ما غادي يكون حتى هو تعسل وطاب، بقى لي غير واحد شويه. صافي، غادي نديرو مع الملوخيه باش هكا منين نرجعو فوق البوطه نخليه يشرب هاد المريقه ديالها، يكون يعني المذاق ديال المريقه ديالنا توحد. يعني كيف ما قلت لكم الحلاوه والملوحه كينسجموا. صافي، وتختار المريقه وهكا غيكون الطاجين ديالنا واجد. ومره اخرى كنبغي نقدم الشكر للاستاذ اتوميكس والمجموعه الصدق والتعاون والمشرفات كاملين وحده بوحده. وكذلك نعاود نقدم الشكر للاستاذ اتوميكس. شكرا بزاف على الدعم ديالك، الله يخطيك علينا. وشكرا لكل اعضاء المجموعه، مجموعه زوينه. اللي بغى ينضم لينا مرحبا والف مرحبا به. مجموعه الصدق والتعاون احسن مجموعه كاينه في اليوتيوب لدعم القنوات، الدعم بالمجان. تحقيق شروط اليوتيوب ما فيها 4000 ساعه ولا 1000 مشترك وحتى الدولار. مجموعه اللي ما واخا تقلبوا في المجموعات حتى غادي نتعياو ما غتلقاوش في حالها. فاللي بغات تنضم مرحبا والف مرحبا بها. ما عليك الا تخلي كومونتير اسفل الفيديو وندخلوك معنا المجموعه. مرحبا بك. صافي، هنا من بعد ما شربت لينا المريقه وها هي موجوده، جات مريقه لذيذه بزاف خضره ما شاء الله. راه المنظر ديالها يعطيكم الخبر، جات زوينه. انا نقدمها معكم في هذا التبصيل. نحط المريقه ديالي كلها ونطرف الطبسي جنيباتو بهذا الشكل هذا. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي نبغي نقول لكم مرحبا بكم والف مرحبا. اشتركوا معايا في القناه، فعلوا زر الجرس باش يوصلكم دائما الجديد. ما تنسوناش من الكومونتيرات ديالكم. ومره اخرى كنبغي نشكر مجموعه اتوميكس اللي حاضره معايا في هذا العرض. شكرا بزاف للحضور ديالكم، نورتوني شرفتوني. شكرا، وكلمه الشكر راها قليله في حقكم، الله يخطيكم. صافي، هنايا من بعد ما حطيت المريقه كامله راه هي هذه كتجي على هذا الشكل هذا. نقدمها لكم بالصحه والراحه، ونتمنى العرض ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم وتكونوا استمتعتوا وانتم متبعينه معايا. ونتمنى تجربوا هذه المريقه هذه. اللي جربتها وعجباتها تخلي لنا كومونتير، واللي جربتها ما عجباتهاش حتى هي تخلي لنا كومونتير. واللي مازال معنا شكرا للحضور ديالكم. وهنا نقول لكم تهلاو في راسكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم وفي عرض جديد ان شاء الله. ونتمنى لكم نهار سعيد.